قبل ما نبدأ ما تنساش يا حبيب أخوك تصلي على الحبيب وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو لأنه بيساعد الفيديو إنه ينتشر ويوصل لغيرك، وأنا متأكد إنك مش هتبخل علينا باللايك. فيلمنا بيبدأ لما بنشوف بنت اسمها هانا وبنشوفها مربوطة في السرير وبنعرف إنها مش طبيعية وإن في كيان مسيطر عليها، وبنشوف الكاهن بيحاول يعالجها ويطرد الكيان ده، وبيقرب منها الكاهن وبيحاول يفوقها، ولكن فجأة بنشوفها بتصرخ، ولكن بيكون الصوت اللي طالع منها مش صوتها ولكن صوت الكيان اللي معاها. ولما بتهدى شوية بنشوف والدها بيقرب منها وبيحاول يتكلم مع هانا وبيقول لها أنا عارف إنك موجودة وسمعاني، وبيترجاها إنها تقاومه، ولكن مرة واحدة بيرد الكيان اللي جواها على والدها وبيقول له هانا دي خلاص بقت ملكي، وبيحاول الكاهن إنه يقضي على الكيان ده، ولكن فجأة بنشوف الكيان اللي لابسها هانا بيظهر قوته بالرغم من إنه هو مربوط، وبيقدر يرفع الكاهن في الهواء وبيرميه لبعيد، فبيدخل في دماغه آلة حادة وبيموت، وبعدها بيلتفت للكاهن التاني وبيحاول يخنقه، وقبل ما يخلص عليه بيضطر والد هانا إنه يمسك المخدة ويكتم بيها نفس هانا حتى الموت، وبينقذ الكاهن وبتموت هانا. وبعد مرور 3 شهور على الحادثة دي بنشوف واحدة اسمها ميج بتمارس الرياضة في صالة الألعاب بتاعتها، وبعد شوية بتستقبل رسالة من صديقتها ليزا وبتبلغها إن في مقابلة مع الدكتور لويس مدير مستشفى بوسطن بخصوص طلب كانت قدمته ميج لليزا عشان تتقبل في الوظيفة. وتاني يوم بتوصل ميج للمستشفى وبتقابل صديقتها ليزا وبتاخدها، وبيقابلوا مدير المستشفى لويس وبيعرفها إن الوظيفة دي صعبة شوية وإن في 3 من زمايلها استقالوا الشهر اللي فات بسبب إنهم كانوا بيشتغلوا لوحدهم ومستحملوش. وبيكمل كلامه لويس وبيقول لميج إن العمل في الوظيفة دي بيتهيأ لهم إن هم بيشوفوا حاجات وبيسمعوا أصوات غريبة، ولكن ميج بتقوله إنها جاهزة للعمل في أقرب وقت، وبينزلوا للدور اللي تحت وده بيكون دور المشرحة، وبيبدأ لويس يشرح لها نظام العمل هنا إيه، وبيعرفها شغلها بيقتصر على إدخال البيانات الخاصة بالجثث اللي في المشرحة، وبيعرفها على كل حاجة في المكان، وبيعرفها كمان إن في حاجة اسمها منطقة التسليم، ومن هنا بتستلم الجثة اللي جاية لها وبتاخد الجثة لأوضة تانية وبتاخد بصمات إيديها وبتدخل كل حاجة على الكمبيوتر، وبكده هي استلمت الجثة. وبينتهي أول يوم ليها في العمل لحد كده، وبتوصل تاني يوم وبتبدأ في إدخال بيانات الجثث اللي عندها، وفجأة بتلاقي الأنوار كلها في المشرحة بتطفي من غير سبب، فبتستغرب ميج وبتقوم وبتشغل الكهرباء بإشارة من إيديها، وبعدها بتسمع صوت جرس الإنذار وبنعرف إن ده خاص بمنطقة التسليم، وبتنزل ميج عشان تستلم الجثة، وبنشوف المسعفين بيسألوا عن لاري اللي هيستلم الجثة منهم، ولكنها بتقول لهم إنها ما تعرفش لاري ولكنها هي اللي هتستلم منهم، وبتعاين الجثة وبتاخد بصمات إيديها وبتدخل بياناتها على الكمبيوتر بالظبط زي ما قال لها لويس، وبعدها بتحفظها في تلاجة المشرحة، ولكن بيظهر قدامها فجأة بتاع الأمن واللي اسمه ديف، وبتترعب منه ميج وبيقول لها إنه جاي يطمن عليها. وبنشوف ميجان في طرقة المشرحة وهي جاية من الحمام، وفجأة بتشوف شخص واقف قدامها ومديها ظهره، ولكنها بعدها على طول بيختفي، وبنعرف إن ميجان كانت شرطية واستقالت، وعشان كده بتشوف رؤية لزميلها اللي كان بيطلب منها إنها تضربه بالنار بعد ما شكله بقى مرعب، وعشان كده بتروح تاخد الحبوب المهدئة بتاعتها عشان تساعدها على إنها تنسى اللي حصل من وقتها. وبنشوفها بتحكي لليزا على كده، وبنعرف إنها تسببت في موت صديقها لما ترددت إنها تضرب المجرم اللي كان واقف قدامها لما غفلها وضرب صديقها بالنار ومات. وكمان بنشوفها بتحاول تتعالج عند دكتور نفسي من الموضوع ده. وتاني يوم الصبح بيوصل صديقها أندرو وكان زميلها في القسم وبيطمن عليها وبيسألها عن شغلها، وبيتصدم لما بيعرف إنها قبلت وظيفة زي دي، وبيعرفها إن ده هيأثر عليها خصوصا بعد التجربة الأخيرة ليها كشرطية، لكنها بتطمنه عليها وبعدها بيسيبها ويمشي. وبنشوفها بتقضي وقتها باللعب بالكرة، وبيوصل لها نداء في منطقة التسليم وبتنزل عشان تستلم الجثة، وبتتصدم لما بتلاقي الجراج فاضي ومفيش حد موجود، ولكن بعد شوية بيظهر شخص شكله غامض وبيرعبها بظهوره فجأة وبيطلب منها إنها تفتح له الباب، ولكنها بترفض وبتقوله إنه مش شغال هنا ولازم يمشي من هنا، وبتسيبه وتمشي. وبعد شوية بيوصل المسعف بتاع التسليم وبتشوفه ميجان في الكاميرات وبتنزل تقابله، وفي البداية بتكون مترددة تفتح الباب خوفا من إن الراجل الغريب ده يظهر تاني، ولكنها بتضطر تفتح له عشان تستلم الجثة، وأثناء ما بتساعد
بيساعد المسعف في نقل الجثة لمنطقة التسليم، بتلاحظ إن الأسانسير بيتقفل وكأن حد دخل فيه، ولكن ميجان مش بتهتم. وبعد شوية بتسأل لاري عن الجثة، فبيقول لها إن الشرطة لقيتها في الشارع واسمها هانا جريس. وبعد شوية بتاخدها لأوضة التصوير، ولما بتيجي تاخد صورة لأماكن إصابتها، ولكن الكمبيوتر بيقول لها هناك خطأ، وبتتكرر مرة تانية ونفس الإجابة لحد لما الجهاز بيتحرق. وحتى لما بتاخد بصمة إيديها وبترفعها على الكمبيوتر بتديها خطأ برضه، وبتقلق ميجان من جثة هانا، ولكن في النهاية بتحطها في التلاجة. ولكن قبل ما تدخلها بتلاحظ إن كل ما تحرك الجثة جوه التلاجة بيتحرك برطمان العينة بتاعتها وبيقرب يقع، وقبل ما تقفل عليه بيقع البرطمان، وبترجع عشان تلم الإزاز وبينزل نقطة دم على جثة هانا قبل ما تقفل عليها. وبعد شوية بتراجع بيانات هانا وهي صغيرة، فبتلاقي لون عينيها بني، وبترجع للجثة تاني تتأكد، فبتلاقي لون عينيها أزرق وشكلها غريب. وفجأة بتلاقي حشرة غريبة بتخرج من عينيها، وبعدها بيظهر حشرات كتير بتخرج منها، وبتكون تهيؤات لهانا. وبترجع الجثة مكانها، وفي الوقت اللي بتغير فيه على جرح ايديها فجأة بنشوف ان باب التلاجة بتاع هانا بيتفتح لوحده، فبتستغرب ميجان وبترجع لمكتبها تاني وهي في حالة ذهول. وبنشوف ورا منها ان نور الطرقة اشتغل لوحده، وبعدها بتلاحظ ميجان موضوع النور، فبتتحرك على هناك وبتلاقي النور شغال فعلا، والأسانسير كمان مفتوح. فبتفكر إنه ممكن يكون ديف طلع يطمن عليها تاني، ولما بتنده عليه محدش بيرد. وبتقرب من الأسانسير عشان تطمن، فبيلفت نظرها نور المشرحة منور، وبتفتح الباب، فبتتصدم تاني لأنها بتلاقي جثة هانا مش موجودة مكانها، وبتشوف إن باب الخروج من الناحية التانية مفتوح. وبترجع كام خطوة لورا وبتشوف الجثة بتتحرك باتجاه المحرقة بتاعة المستشفى، فبتترعب هانا وتتابع حركة الجثة، وبعدها بتلاقيها اختفت. فبتجري بسرعة تدور عليها، وفجأة بنشوف الراجل الغريب بيهجم على ميجان وبيضربها وبيهددها بالسكين إنها لو صرخت هيقتلها. ولكن ميجان بتكون في الأساس شرطية متمكنة، فبتقدر تقلب الموقف وبتضرب الراجل ده وبتوقع منه السكين، وبعدها بيختفي وبيسيب الجثة. وبتقوم ميجان وبتدور عليه في الطرقة التانية لكنها مش بتلاقيه، فبترجع بسرعة لمكتبها وبتطلب الأمن، وبتقول لهم إن في حد معاها هنا ولازم يطلبوا الشرطة. وبترجع تاني وبتسمع حد بيتكلم من داخل أوضة المحرقة، فبتجري عليه وبتشوف نفس الشخص ده قدام المحرقة وبيستعد عشان يرمي الجثة في المحرقة. وبتدخل عليه وبتطلب منه يسيب الجثة، وبتقرب منه وبتطلب منه يهدأ ويسيب الجثة. وبعدها بيدخل الأمن، فبيمسك ميجان وبيحاول يخنقها، ولكنه بيهجم الأمن عليه وبيجرح ديف في إيديه، ولكنهم بيسيطروا عليه تاني، ولكنه بيقول لهم إننا لازم نحرق الجثة ونسحقها سحق. وآخر كلمة بيقولها قبل ما يمشي إن الشيء اللي قدامك ده مش ميت، لأ ده حي. وبتوصل الشرطة وبتقبض على الشخص الغريب ده، وبترجع الجثة لمكانها في التلاجة. ولكن بنشوف ميجان بيبان عليها علامات القلق والتوتر، وإنها بتميل إنها تصدق كلام الراجل الغريب. وفي الوقت اللي هي بتفكر في الكلام ده مع نفسها فجأة بتلاقي باب التلاجة بتاع كريس اتفتح تاني لوحده، فبتقرب منه بالراحة وبتفضل تبص لعينين هانا. ولكن فجأة بيرن تليفونها، فبتتخض ميجان وبيطلع أندرو حبيبها وزميلها أيام ما كانت شرطية. وأثناء ما بترد على تليفونها بنشوف إن جريس بتتحرك من وراها، ولكن لما بترجع هانا تاني بتلاقي إن في حاجة غريبة، وإن جريس مش دي كانت وضعيتها لما سابتها. وبتقرب منها أكتر، وفجأة بتلاقيها حركت بقها وبتترعب ميجان وبتقفل الكيس وبتحطه جوه التلاجة تاني، وبتخرج لبره وهي مش مصدقة اللي حصل. وبتوصل زميلتها ليزا وبتقول لهانا إنها شافت جثة بتتنفس وهي بتفحصها، ولكن ليزا مش بتصدق ميجان وبتغير الموضوع. وبعد شوية بيوصل ديف وبيبلغ ميجان إن في شرطي وصل في الاستقبال وبيسأل عليكي، وبيبلغها إنه هيقدر يغطي مكانها هنا لحد ما تروح. وبنروح للتلاجة اللي بنلاقي باب هانا اتفتح تاني، بس المرة دي بنسمع صوت حركتها جوه المكان. وبنروح لميجان اللي بتقابل أندرو وبيقول لها إنه قلق ومقدرش يستنى لما عرف باللي حصل لها، وبتطلب منه إنها محتاجة يساعدها في حاجة تانية. وبتسيبه وبتنزل لديف وبتاخد بصمات إيد هانا وبتديها لأندرو، وبتقوله إنها محتاجة تطابق البصمات اللي معاه ببصمات رخصة هانا لأن الجهاز عندها اتعطل، ولأنها اكتشفت إن لون عين هانا في رخصة قيادتها مختلف عن لون عينها الحقيقي. وبنشوف ديف بياخد كرة البيسبول وبيقرر يلعب في المكان، ولكن في الوقت ده بنشوف شيء بيمر من قدامه وهو بيلعب،
لكنه مش بيشوفه، وبيستمر ديف في اللعب لحد ما تروح الكورة جوه التلاجة، وكمان بيسمع صوت جاي من التلاجة، فبيدخل لجوه التلاجة، وقبل ما ياخد الكورة ويمشي بيسمع صوت خبط في الدرج بتاع هانا، وبيتكرر الخبط كتير، فبيقرر ديف إنه يقرب من الدرج، ولما بيفتح الدرج مش بيلاقي غير كيس جثة هانا بس، وبعدها بنشوف إيدين هانا بتظهر وبتمسكه من دماغه وبتحاول إنها تاخده لجوه الدرج، ولكن بنشوفه بيطير لبعيد، وبعدها بتقدر تسيطر هانا على جسمه وبترفع جسمه في الهواء وبتفضل تكسر في عظمه، وبعدها بتسحبه من السقف وبتخرج الدرج لبره، وبينزل عليه ديف وبيدخل جوه التلاجة، وبعدها بنسمع صوت صراخه، وفي لحظة بيسكت تاني وبيرجع كل شيء لطبيعته، وبنشوف إن ميجان وصلت وبتدور على ديف ولكن لا أثر لديف، وبتدخل للتلاجة وبتلاقي الدنيا كلها فوضى، وبعد شوية بنشوفها في الحمام وفجأة بتسمع صوت جاي من بره، والصوت بيتكرر تاني وبتكون فاكراه ديف، لكن لما بتنده عليه محدش بيرد عليها، وبعد شوية بنشوف كرة البيسبول بتاعتها بتتدحرج قدامها، ولكن فجأة بتشوف ايدين مرعبة خرجت وخطفت الكورة بسرعة، وبنشوف ميجان أعصابها بايظة على الآخر وبتتحرك واحدة واحدة لخارج الحمام، وبعدها بيوصل لها تليفون من أندرو وبيبلغها إن نتيجة البصمات ظهرت، وإن في حاجة غريبة في النتيجة بتقول إن هانا المفروض ميتة من 6 شهور، وبتتصدم ميجان من رد أندرو وبتفضل ساكتة شوية، وبعدها بتقفل التليفون معاه وبتروح تفتح النت وتعرف معلومات أكتر عن حادثة موت هانا جريس، وبتاخد المعلومات اللي عاوزاها من الصفحة وبتروح عشان تتأكد من الجثة، ولكن بتتصدم لما بتشوف إن مكان الجرح اللي كانت جاية بيه الجثة اختفى، وبتتصدم ميجان وبتخاف منها وبتقفل كيسها وبتدخلها التلاجة للمرة التانية، وبتخرج بره المشرحة وبتفتكر إن في كاميرات في المكان، فبتطلع للاستقبال فوق عشان تاخد الدليل بتاع الكاميرات، وبتنزل عشان تتابع الكاميرات تحت وتحديدا الطرقة بتاعة المشرحة، فبنشوفها في الكاميرات بتمر في الطرقة وفي خيال بيظهر وراها، وبتحاول ميجان تظبط لقطة الخيال وبتشوف فجأة زي ما يكون دي جثة جريس، فبتتصدم ميجان وتتخض جدا وبتمسك علبة المهدئات بتاعتها وبتفكر تاخد منها حباية، وبنشوفها بعد شوية بتطلع لزميلتها ليزا وبتطلب منها إنها عايزة توريها حاجة مهمة، وبتوريها الكاميرا وبتقول لها كمان إن حسب التقارير الأخيرة على النت إن هانا ماتت في جلسة طرد أرواح من 3 شهور، ولكن المسعف اللي جاب الجثة قال إنهم لقوها محروقة ومرمية في الزبالة، ولكن ليزا زميلتها ما بتهتمش بكل كلام ميجان وبتشوف علبة المهدئات بتاعتها وبتفتكر إن ميجان رجعت تاني تاخد المهدئات عشان الهلاوس اللي كانت بتشوفها، ولكن ميجان بتقول لها إنها ما خدتش منها حاجة وإنها واخدة العلبة دي معاها بس للاحتياط الشديد، ولكن ليزا مش بتصدقها وبتسيبها وبتمشي، وبنشوف ليزا وهي في طريقها للاستقبال تاني فوق، وفجأة بتلاقي نقطة دم نزلت على إيديها، فبتبص لفوق وبتشوف حد واقف في آخر السلم، وبتتحرك لآخر السلم فوق وبتلاقي في دور من الأدوار جثة تحت السلم، وبيطلع ديف وفجأة بتظهر جريس قدامها، فبتتخض ليزا وبتجري على فوق وبتطلع فوق السطح، وبنشوف إن جريس نجحت إنها توصل لها، وفجأة جسم ليسا بيترفع لفوق وبيبدأ عظمها يتكسر، وبنشوف إن كل حركة تكسير بتقوم بيها جريس في جسمها بتطبقها على ليزا، وبعد شوية بيوصل الإسعاف والمسعف تاني عشان يسلم ميجان جثة تانية، فبتاخدهم ميجان وبتدخل المشرحة وبتوريها جثة هانا وبتسأله عن الجرح اللي كان موجود في الجثة، وبيأكد على كلامها إن فعلا كان في جرح كبير في الجثة، وبتقول إنها لما دخلت على النت عرفت إن جريس ماتت في جلسة طرد أرواح مش زي ما بيقول التقرير بتاعك، ولكن المسعف بيقول لها إنها تاخد بالها من نفسها كويس، وبعدها بيسيبها وبيمشي، وبنشوف إن جريس بتبدأ جسمها يلتئم من الجروح اللي فيه، وبنشوف ميجان في مكالمة تليفونية مع أندرو، وأثناء ما هي بتتكلم مع أندرو بنشوف وراها النور بتاع الطرقة بيشتغل، وبعدها بنشوف جريس ظهرت ورا منها وبنشوفها بتدخل الأسانسير، ولما بتخلص ميجان مكالمتها مع أندرو بتلاحظ إن الباب
الأسانسير اتقفل بتشك ميجان في الأمر، وبنشوفها بتبص ناحية المشرحة وبتلاحظ إن كل شيء طبيعي، وبنروح للمسعف راندي وبيركب العربية وبيتحرك، ولكن مرة واحدة العربية بتعطل منه فبيقف وبيفحص العربية، وبعدها بيرن تليفونه فبيرد عليه ولكن مش بيلاقي حد على التليفون، وبعدها بيشوف النور بيطفي وبيشتغل في المكان، وبنشوف ميجان ما بتكونش مرتاحة للي بيحصل، وعشان كده بتفتح وبتراجع الكاميرات، وبتتصدم لما بتلاقي حد تاني نزل في الأسانسير ورا المسعف، والحد ده بيكون جريس. وبنرجع لراندي المسعف اللي بيحس إن في حد معاه في المكان فبيتحرك وبيفضل يدور عليه، وفجأة بيشوف جريس قدامه فبيحاول يهرب منها بين العربيات، ولكنها بتضم العربيات عليه وبتوصل له هي من الناحية التانية. وبنشوف ميجان نزلت لمنطقة التسليم تحت عشان تطمن على راندي، ولكنها لقيته واقع على الأرض، ولما بتفحصه بتلاقيه مات. وبيوصلها تليفون من أندرو وبيقول لها إن الراجل الغريب هرب، وإن في 2 من الأمن عندها ماتوا ولازم تستنى في الاستقبال. وقبل ما يكمل كلامه بيظهر الرجل وبيكتم بق ميجان وبياخدها للمشرحة، وبتفتح التلاجة وبيبص على هانا وبتقوله إنها مصدقاه، وبيبدأ يعرفها إنه أبو جريس، وإن جريس جسمها بيخف من الجروح اللي فيه بمجرد ما تقتل حد، وبعدها بترجع تستريح تاني، وبعد شوية جرحها بيرجع تاني ولازم تقتل، وهكذا. وبيقول لها إن حكاية بنته جريس بدأت لما كانت بتعاني من إحباط شديد، وده اللي خلى الشيطان يتمكن منها، وده اللي غير لون عينيها. وبيحكي لها كمان عن اللي حصل في آخر جلسة طرد أرواح، وبيكمل كلامه وبيقول لها إن أنا اضطريت إن أقتلها عشان أقتل الشيطان معاها. وبيقول لها كمان إن الشيطان كان أقوى منها، وتاني يوم لما رحنا ندفنها اختفت جثتها من المشرحة ولقينا إن في 4 أشخاص ماتوا، وبيقول لها إننا لازم نحرقها عشان نقضي عليه. وفعلا بياخدوها للمحرقة وبتعلي درجة النار لأعلى درجة، ولكنها بتصحى تاني. ولما بتلتفت ميجان بتلاقيها ضربت والدها، والدور جه على ميجان، وبتمسك ميجان وبيدخل والدها وبتمسكه وبتحطه في المحرقة، وبتحاول تهرب ميجان من المكان. وبيوصل أندرو للمكان وبيلاقي تليفون ميجان واقع على الأرض، وبيشوف جثة راندي فبيتحرك على ميجان، وبنشوف ميجان وهي أعصابها تعبانة ومش قادرة تتنفس بعد اللي شافته، وبتحاول جريس إنها تقضي عليها، ولكنها بعد شوية بنشوفها بتشد ميجان بعد ما أغمى عليها، وبعد شوية بتفوق ميجان وبتلاقي نفسها جوه تلاجة الموتى. وفي نفس الوقت بنشوف أندرو وصل لتلاجة الموتى لكنه مش بيلاقي حد موجود، وبنشوف ميجان بتحاول تخرج من التلاجة فتفضل تضرب برجليها الدرج بتاع التلاجة لحد لما بتقدر تفتحه، وبيسمع صوتها أندرو وراجل الأمن التاني وبيلحقوها. وفجأة كلهم بيشوفوا جريس متعلقة في السقف، فبيحاول يجري من ناحية الأسانسير ولكنها بتشوف جريس بتقتل راجل الأمن، وبعدها بنشوف جسمها كله بيتعافى من الجروح اللي فيه، وبترفع جسم أندرو في الهواء وبتحاول تكسر عظمه، ولكن ميجان بتاخد السلاح بتاعه وبتفضل تضرب جريس بالنار لحد ما بتقتلها بالرصاصة الأخيرة. وبعدها بتاخد جريس وبتروح على المحرقة وبتدخلها المحرقة، ولكنها في آخر لحظة بتمسكها من دماغها وبتحاول تاخدها معاها جوه المحرقة، ولكنها بتقاوم لحد لما بتنجح إنها تحرقها كلها. وبكده بيكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة. سلام.